أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ظهيرة العيد، ونرحب بالجميع ونتمنى أن يكون عيدا مباركا وسعيدا على الجميع إن شاء الله. اليوم في حلقتنا في عندنا 4 ضيوف. نستقبل أول ضيفة هي الفنانة المغربية جليلة. يا أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، ينعاد عليكم يا رب وعلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله بالصحة والخير بإذن الله. إن شاء الله. جليلة، كثير لغط اليوم معلش بالسوشيال ميديا، بس أنا اليوم راح نتحدث عن، بالبداية نتحدث عن أعمالك الفنية، نتحدث عن أغاني، شو تحضرين، مشاريعك. أنت بديتي بالتعاون مع الفنان وليد الشامي في أغنية أذوب. صحيح، هي كانت أول شيء، كانت أول سنجل إلي ويا الفنان، طبعا أوجه له تحية الفنان الكبير وليد الشامي من إنتاج فايسعيد ساوند، وصورتها فيديو كليب ويا المخرج سام الترك، وبعدين كان لي فيديو كليب بعنوان سكتة ويا الفنان فايز سعيد ألحانه يعني. واغنيه الثالثه بعنوان شتبي ما اخذت صدى كبير بصراحه، لان انا نزلتها بظروف يعني ما كانت ظروف مناسبه ان انا انزل بها الاغنيه. والاغنيه الرابعه ان شاء الله هاي راح تعرض عندكم اول مره اليوم، اول مره حصريه الحب مالتي حصريه من الحان وتوزيع الفنان الكبير حسام كامل، اوجه له تحيه، ومن كلمات الشاعر ضياء الميالي. ضياء الميالي. وانت الان اتصور انه كل الزماله والصداقه من الوسط العراقي، وانت يعني نوهتي اكثر من مره انت تحبين اللهجه العراقيه. صحيح، وتتقنيها. صحيح. فالاغنيه عراقيه. أنا مو بس أحب اللهجة العراقية، أنا أحب العراق كله أمانة يعني، وأحب اللهجة العراقية، وأحب جمال العراقيات، وأحب كل شيء يتعلق بالعراق. طيب، يعني لحد الآن برصيدك 3 أغاني 4 أغاني؟ تقريبا 4 أغاني. 4 أغاني. صحيح. أنت دخلتي بأكثر من، يعني قبل ما تخوضين تجربة الغناء. صحيح. أنت خريجة إعلام. صحيح. واشتغلتي بالإعلام. صحيح. شلون هاي مرت هاي المرحلة؟ بصراحة أنا قدمت برامج، يعني قدمت يمكن برنامج فني، كان أول برنامج إلي على قناة أغاني، ما نجح هواية صراحة يعني. رجعت قدمت برنامج تكنولوجي، ما لقيت نفسي فيه صراحة، ما شفت نفسي بيه، لأن أنا يعني بالفن وكذا، فما حسيت أن أنا يعني ما حسيت ان انا يعني ما شفت نفسي بيه بالمكان المناسب. صحيح. ورجعت قدمت برنامج هم فني ثاني على قناه نجوم، طبعا اوجه لهم تحيه. الفني يعني على مرامج هالمره. اي صحيح. فاجتني الفرصه صراحه يعني ويا فايز سعيد ساوند بانتاج اول اغنيه لي ويا الفنان وليد الشامي، وكان حلمي صراحه ان انا اتعامل ويا الفنان وليد الشامي، والحمد لله الاغنيه نجحت وحفظها الصغير قبل الكبير. طيب ليش ما كملتي بالاعلام؟ انت خريجة اعلام، ويعني وصلتي مرحلة تقدمين البرامج اللي تحبيها. صحيح. الفنية. يعني من اكتشفتي انه صوتك حلو قلتي انه لا، انا من زمان باي ذا واي، اكو ناس ما تعرف ان انا اشتركت في برنامج الهواة اللي كان يطلع على قناة، اي قناة؟ كان بالLBC اللي هو ستار اكاديمي. بأي سنة كان؟ أنا اشتركت بالموسم الرابع تقريبا، كنت صغيرة ونجحت بأول، أنا هسه أقولها أول مرة، نجحت بأول مرحلة وفشلت بالمرحلة الثانية. أوكي. فهذا الشيء سوالي إحباط. رأسا توجهت لتقديم البرامج. شو كان تقييمهم لصوتك؟ هم ما ياخذون اكزاكتلي 100% على الصوت، ياخذون على الكاريزما وعلى البرسوناليتي. بس على فكره يعني اكو ناس ما تعرف ان هاي البرامج تعتمد على الواسطه اكثر شيء. يس، تعتمد على الواسطه. فطبعا انا كنت صغيره ما كنت افتهم هاي المواضيع كلها يعني. هسه لو تجيني مستحيل طبعا اشارك ببرنامج الهواة، نو واي يعني. ولهسه اقول انا اذا اجاني برنامج حلو اكيد راح اوافق عليه، ليش لا؟ على مزاجي إذن يعني. فكرة قائمة يعني. اكيد اكيد ان شاء الله. طيب